اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عمر الفراخ بتاعتي 25 يوم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ده بيجي من ايه؟ ده بيجي من الاهتمام، وانك تراعي الحاجه كويس جدا وبتهتمي بحاجتك كويس جدا جدا جدا. طيب النهارده عمرو الفراخ زي ما قلت لحضراتكم 25 يوم. معايا متوسط وزن كيلو ونص، كيلو 600، معايا لغاية كيلو و900، وممكن تلاقي 2 كيلو كمان. يعني انا متوسط الوزن بتاعي كيلو ونص، والنهارده 25 يوم، يعني معايا من كيلو ونص ل2 كيلو، والنهارده 25 يوم. بسم الله ما شاء الله. الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده ولا غلطه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الفراخ البيضه وكمان الفراخ الالوان. الفراخ الالوان دي وزنها 600 جرام. 600 جرام، بسم الله ما شاء الله. دي فرز ديوك، يعني اللي بيخاف يربي فراخ بيضة في الصيف يربي الفراخ دي. الفراخ دي جميلة جدا جدا، ومناعتها قوية جدا، وبتستحمل درجات الحرارة. وكمان بسم الله ما شاء الله انا مربية الفراخ بتاعتي اهيت، وبسم الله ما شاء الله بتستحمل درجات الحرارة وزي الفل. وده بيجي طبعا من الاهتمام، انك بتهتمي بالفرخ وبتغيري المية بتاعته كل ساعتين، وبتنزلي له تلج في المية، مش تلج كتير. يعني السقاية الأربعة رجل دي بحط فيها 3 مكعبات تلج، ومية من حنفية على طول، بتبقى زي الفل. والمية فترة مش ساقعة. اهم حاجه انك تحافظي على الفراخ من بروده الميه وسخونه الميه، البروده والسخونه مع بعض. لكن لا تسخني الميه ولا تبرد الميه قوي، عشان الفرخ ده حيويته كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. والفرخ بيبقى حيوته كويسه وبيطير كده ويبقى نشيط كده من ايه؟ بيجي طبعا من التهويه. التهويه تبقى ممتازه، التهويه تبقى جيده جدا. التهويه هوي شباك بحري وقبل. لازم الاوضه تبقى مهويه جدا، خصوصا فتره الصيف. لازم يبقى عندك شباكين في الاوضه على الاقل، يبقى شباكين وباب. لازم حتى لو مفيش شباك في الاوضه افتحي طوبتين في الجهه التانيه، في الجهه البحريه، ان يبقى فيه تهويه من قبلي وبحري. زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما انتم شايفين الفراخ حيوتها كويسه جدا جدا، ومفيش فيها اصوات، لا صوت ضفادع ولا صوت عطس ولا اي اصوات. ليه؟ من التهويه. وزي ما حضراتكم شايفين كده انا رافعه العلافات على حجر طوب عالي، ورافعه السقايات كذلك، عشان خاطر الجيش ياكلوا ويشربوا هم واقفين، يقوموا رقبتهم تطول وصدرهم يعرض. الفراخ دي نوعها ايه؟ الفراخ دي نوعها قب. اللي بيقول لك ما تربيش فراخ قب في الصيف، فراخ قب وحشه جدا في الصيف، ما بتجيبش اوزان. زي ما حضراتكم شايفين دي فراخ قب. بسم الله ما شاء الله. 2 كيلو على 25 يوم، زي ما حضراتكم شايفين، مفيش فيها ولا غلطه. فراخ زي الفل، بسم الله ما شاء الله. هي اهم حاجه انك تهتمي بالحاجه قدامك وبتراعيها كويس، وبتبقي معاها على طول، ما بتسيبهاش يعني مش بتحط الاكل الصبح وتحط اكل اخر النهار، تطلع له مرتين في اليوم، لا. كل ساعتين تطلعي او تنزلي للفراخ، وتبقي على طول معاها باستمرار. والاوضه دي، الغرفه بتاعتي دي على السطح، منها والسطح يعني درجه الحراره فيها عاليه، بس اهم حاجه انك تهتمي بالحاجه اللي قدامك وبتراعيها كويس جدا. طيب الخلطة أنا نزلتهم بقالي يومين أو 3. الخلطة دي ممتازة ممتازة ممتازة. دي فعلا وصفة تفجير الأوزان زي ما بقول لحضرتك. دي بتعلي الوزن جدا جدا، ممكن تنهي الدورة بتاعتك في أسبوع. دي بتنزلها لهم كل يوم، مفيش فيها أي مشكلة، أو بتنزليها يوم بيوم أو 3 مرات في الأسبوع. لو عايزة تنهي دورتك بدري نزليها لمدة أسبوع كل يوم. بس أهم حاجة في الموضوع إن ميبقاش عندهم إسهال. لو فراخ عندها اسهال ما تنزليش الخلطه دي. فراخك صحتهم كويسه جدا، مفيش اسهالات، مناعتهم كويسه، عندهم حيويه ونشاط زي ما حضراتكم شايفين كده. تنزلي الوصفه دي. الوصفه دي ممتازه ممتازه ممتازه، بتحول معاك الاوزان بطريقه جميله جدا. لو فراخ ما حصلتش وزن، الوصفه دي بتنزل وزن. ايه الوصفه دي؟ هقول له عليكم حضراتكم حاجه. الوصفه هي مع حضراتكم اهي يا جماعه. اهي دي ايه؟ ده العسل اسود. ده عسل اسود، انا حاطاه في السرنجه لان انا عايل، عشان خاطر الوصفه ديت على قد ما هي ممتازه على قد ما هي خطيره، خصوصا فتره الصيف، فصل الصيف. الوصفه دي ده العسل الاسود. انا هنزل من العسل الاسود ده 10 سنتي على كل رتل ميه. يعني السقايه اللي قدامكم دي بتاخد 4 رتل ميه، احط فيها 40 سنتي من العسل الاسود. ال 10 سنتي دول بيعادلوا ايه؟ بيعادلوا معلقه صغيره، معلقه من معلقه الشاي. انا هحط 10 سنتي على كل رتل ميه، ومعاهم ايه كمان؟ يبقى انا هنزل من الوصفه دي 10 سم من السرنجه دي. السرنجه دي فيها ايه؟ فيها عسل اسود، وانا معايا بالسرنجه عشان خاطر اعرف الايه كويس قوي، عشان خاطر لو زودت بيجيب اسهال. هو على قد ما هو ممتاز وجميل جدا جدا، بس بيجيب اسهال لو زودت منه. فاحط منه 10 سم على رتل، او معلقه صغيره على كل رتل ميه. وهنزل ايه كمان معاها؟ هقول لحضراتكم كمان هنزل ايه معاها. هنزل كمان من الكيس ده. ده كيس ايه؟ ده كيس خميره اهو، كيس خميره انا جايباه ب 3 جنيه. كيس خميره عاديه، خميره فوريه، خميره المعجنات.
هتجيب كيس من ده او هتجيب الخميره السايبه جميله جدا جدا لو موجوده كمان. هتنزلي معلقه صغيره من ده على كل لتر ميه برضه، يبقى معلقه صغيره من ده على كل لتر ميه، وكمان 10 سنتي او معلقه صغيره على كل لتر ميه، يبقى معلقه عسل على معلقه خميره على كل لتر ميه، وبتنزليهم للفراخ دي. بس اهم حاجه انك تحطي كميه قليله، يعني هتحطي لمده 3 4 ساعات وبتغيري الميه وبتنزلي الميه بيضاء عادي. يبقى المكون ده جميل جدا جدا، الخميره مع العسل ممتازين. لان الخميره بكتيريا نافعه بتفور، فايدتها ايه؟ انها بتفور بتهضم الاكل بسرعه في معده الفراخ، فبتخليهم ياكلوا تاني وياكلوا اكتر، وبتقوم الفرخ بيزود معاك الوزن، بتحسن الهضم. هي بتحسن الهضم. العسل جميل جدا جدا، العسل كله حديد، بيدي الفرخ طاقه جميله جدا جدا، وبيخليه يزود معاك الوزن وبصحته اسهل. وبعدين بتخلي الطعم اللحم بتاعه الفرخه جميل جدا، يعني بتنقيه بتصفيه بتخلي طعمه لما تيجي تذبحي يبقى الفرخه طعمها حلو، طعمها مسكره، طعمها جميل جدا. العسل الاسود ده بينقي معده الفرخ، بينقي لحم الفرخ، بيخلي طعمه جميل جدا جدا. لو مش عايزه خميره نزلي عسل بس الخميره بتعمل على زياده الوزن، بتبقى جميله جدا في زياده الوزن، بتزود وزن الفرخه زي ما حضراتكم شايفين كده. انا ممكن اوزن لكم، انا معايا الميزان اهوت، واوزن لكم كمان الفرخه واقول لكم وزنها ايه. خليكم معايا يا جماعه. الفرخه اهي بسم الله ما شاء الله اهي، هفتح الميزان كيلو 700 فقط، بس الفرخه كيلو و700. ده الميزان ده بيديكي 170 بس عشان ميزان كبير بتاع الحبوب، فبيديكي ال 170 يعني 1700 كيلو 700. وكمان معاكم فرخه يا جماعه، الفرخه موجوده اهي، هطلع على الميزان بسم الله ما شاء الله كيلو 900. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الفرخه النهارده عمر 25 يوم، جايبه معايا كيلو و900. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. اعملوا لايك للفيديو، ما اشتركيش في القناه، اشتركوا وفعلي زر الجرس وعشان يوصلك كل جديد، وتعرفي معايا تربيه الفراخ الصحيحه في الحر في البيوت من غير اي امكانيات، لا شفاط ولا خليه تبريد ولا اي حاجه، مجرد غرفه فيها باب وشباك وكل تهويه كويسه جدا جدا، بتحصلي اعلى الاوزان زي ما حضراتكم شايفين. اعملوا لايك للفيديو، ما اشتركيش في القناه، اشتركوا وفعلي زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.